راسية شواط، راسية فراس شواط. ادي بداية، ادي عرضية لقاء ثم راسية فراس شواط، وكان هيسجل المنتخب التونسي سامي طرابلسي طبعا من نجوم الكبار. سكة حديد صفاقس، الصفاقسي لعب كذلك ايضا في الريان القطري وختم مع صفاقسي. امامنا هنا المدرب اللي عرفناه كمان في الملاعب القطرية مع السيلية القطري. تتلف الكرة على طول، خطيرة راسية فراس شواط، جول جول عمر العيوني. عمر العيوني، فرجاني ساسي وعمر العيوني في هذه الركنية، ارتباك في دفاعات المنتخب الفلسطيني والمنتخب التونسي. نسور قرطاج وهدف في ربع ساعة أولى، والكرة الركنية أمامنا هنا فرجاني ساسي وعمر العيوني، ولكن يبدو أن ساسي هي دخلت من أول واكدها عمر العيوني. امامنا هي الراسيه اللي كانت حائره. بص امامنا الاعاده، ادي الركنيه اتعملت حلوه حلوه حلوه، فراس شواط فرجاني ساسي، والتاكيد امامنا من عمر العيوني. هنشوف بقى الهدف لمين، لكن هو هدف امامنا للمنتخب التونسي. محاوله اولى ثم محاوله ثانيه ثم حارس المرمى امامنا هنا اللي بيبعد الكره من داخل المرمى، والتاكيد كان من عمر العيوني. راسيه شواط، بص الاصرار، شفت الاصرار، خطا في الابعاد من امامنا هو اللاعب اللي حاول يبعدها محمد صالح، ولكن ياكدها عمر العيوني. اذا هدف للمنتخب التونسي بعد مرور ربع ساعه. مرة تانية انطلاقة، يا ولد على المرور على طول، حلو حامد حمدان، وفرصة كبيرة بتضيع، فرصة بتضيع من محمد صالح. حامد حمدان عمل كرة حلوة حلوة كرة، لكن محمد صالح كان متقدم في اللقطة اللي فاتت. محمد صالح مدافع الريان كان ممكن يسجل في اللقطة اللي فاتت، كان ممكن يسجل هدف التعادل، بيضيع في الدقيقة 37. اماميه الكره المره دي، تحرك اسماعيل غربي، اسماعيل غربي اللي بيشكل حقيقه اداء مميز حتى الان. اسماعيل غربي ترجع مره ثانيه الى ترمينيني، شوف امامنا ترمينيني لاعب الشمال، لكن كره مقطوعه، خطا ترمينيني. الثاني فراس شواط، الثاني ترمينيني، خطا كبير ومحمد علي بن رمضان، والكره تصل الى فراس شواط عشان يسجل المنتخب التونسي. اي توقيت، اي كره واي خطا في هذا التوقيت امامنا هو سعاده وفرحه ايمن دحمان حارس مرمى صفاقسي. والمطالبه بخطا هنا. هل في دفعه من رمضان مع اللاعب ترمينيني؟ اتاخر قوي ترمينيني. ادي امامنا الاعاده، وادي امامنا هو اختل توازنه، وتمريره محمد علي بن رمضان في خروج كان طبعا من رامي حماده، لم يتوقع الخطا من ترمينيني وفراس شواط، وانتظار الفار. لكن يبدو ان اسماعيل الفتح يعني ما عندوش يعني شك في صحه الهدف اللي كان فيه خطا كبير قوي الحقيقه من ترمينيني. بص كره سهله طبعا، محمد علي بن رمضان حقيقه بتعاون بتفاني مميز قوي النهارده، بشيء يميز المنتخب التونسي في مباراه اليوم هو استغلال الفرص. احمد القاط، ركنيه رابعه لفلسطين. ملعوب على طول الكره العاليه الراسيه المتابعه، هدف التقليص قد ياتي في هذه اللحظات. ترتد، يا هدف التقليص، وهو هدف التقليص. لسه بقول لحضراتكم هدف التقليص ياتي، وحامد حمدان امامنا هو بيحتفل على عهدي وعلى ديني، انا دم فلسطيني. وطبعا يعني اكيد سلام الله عليك يا فلسطين. فرحه كبيره والتصفيق والتسديده. بص حامد حمدان، يا ولد حامد حمدان رجليه تقيله الشوط الاول، يعني شفنا له تسديده وشفنا كره شالها له ببراعه محمد علي بن رمضان. يا ولد وسط الزحمه تخترق امامنا اهو الفدائي، يطلق رصاصه اللي دائما بنراها امامنا اهو. المره دي لا ملثم ولا حاجه، وشه مكشوف، ويضع صاروخ. يا ولد على الهدف الجميل. بص الفرحه يا جماعه، شوف الفرحه امامنا اهو. حامد حمدان الكره العاليه، دحمان يشيل كره خطيره، دحمان اول كره، مصطفى، ومره ثانيه التسديده، جول. زيد قنبر، خطا تونسي في ابعاد الكره،
لكم عاجبني شخصيه ايهاب ابو جزر، ما بيهموش بيبدل ويغير ويعمل تشكيلات هجوميه، ولكن هذه المره زيد قنبر امامنا الفلسطيني. زيد قنبر يسجل هدف التعادل 2-2. هدف التعادل 2-2. المنتخب الفلسطيني بص خطأ هنا من أيمن دحمان في إبعاد الكرة، ثم القتال مصطفى زيدان المدين يصنع، وزيد قنبر أمامنا هنا يضع التعادل 2-2. التعادل أقول لحضراتكم، شعب لا يعرف المستحيل، ومنتخب الفدائي الفلسطيني لا يعرف المستحيل. مصطفى زيدان وكرة بص، الكرة بص عدت عدت من وسام الحدادي، وعدت كمان ما بين قدمي ياسين مرياح عشان يسجل زيد قنبر. التعادل للمنتخب الفلسطيني، التعادل لفلسطين، التعادل والفرحة الفلسطينية في هذه اللحظات طبعا.